خلاص انت فاقد الامل، انت مش قادر، كمان الطاقه والمجهود ما بقاش زي زمان بقى بعد خلفة 3 عيال وبتاع وكده. انا عارف ان قرار التكميم ده ما كانش قرار سهل، وكان خالص. في تشالنجز حواليه كتيره وحاجات كتيره تعوق الموضوع. ايوه. ممكن تحكي لنا بقى يعني الملابسات بتاعه الموضوع؟ هو كان اكتر حاجه واقفه في طريق التكميم طبعا محمد. هو هو كان ايه، عايز نخس بطريقه طبيعيه والكلام بقى الجميل اللي هم بيقولوه ما بيبقوش حاسين بينا. انا جربت كل الطرق، يعني عملت دايت وخدت ادويه بتاعه الدايت اللي هي بتسد الشهيه، وعملت كل حاجه، كنت رايحه اخد الحقن اصلا وربنا نجدني منها، وكنت جايه اخد الكبسوله يعني. اي. فانا في الوقت ده بجد خلاص هم مبقوش حاسين ان انت خلاص انت فاقد الامل، انت مش قادر، كمان الطاقه والمجهود ما بقاش زي زمان بقى بعد خلفة 3 عيال وبتاع وكده. فقعدت اتحايل عليه واقول له عشان خاطري، عشان خاطري سيبني، لان انا فعلا مش قادره. فكان بالنسبه لي زي ما قلت كده في بدايه الكلام، كان اكتر حاجه فرقالي ان انا ما يعني ما بقاش بقى رفيعه قوي واقلب بشبه العيانين والكلام ده، والحمد لله خلاص دي انا تخطيتها وكده. ودلوقتي خلاص محمد مبسوط بقى، انا رجعت مسكت نفسي كويس اهو، والحمد لله، والدنيا بقت معايا احسن يعني.